ازاي تعرف اللحمه دي بلدي مش وهي نيه لا وهي مستويه؟ تعالوا بقى اقول لكم. اول حاجه اللون. لون اللحمه البلدي قبل التسويه بتبقى لونها فاتح، وبعد التسويه بيبقى لونها بني فاتح. نخش على الكفته. توابل مش كتير، طعم اللحمه باين قوي. نخش بقى على الطرب. افتح يا باشا. لا تمام عجبني. صحيح نسيت اقول لكم ان انا في مشويات الوطنيه بقاله 75 سنه، من جزاره صغيره في طنطا لحد ما اخيرا بقى هنا في وصل الدهشور في زايد. تاني حاجه الانسجه في اللحمه البلدي بتبقى امتن وهي نيه وهي مستويه. الكباب. نفتح كده اهي زي ما انتم شايفين الانسجه كده والطعم مستوي على الشعره. تالت حاجه الدهون. بتبقى لونها فاتح ولونها ابيض قبل التسويه، بعد التسويه بتفضل متماسكه ولونها بيبقى جولد. انا الريش في مكان واحد في دماغي بس مفيش حاجه جت غطت عليه. عايز اقول لكم تقريبا ده نفس الكلام بالظبط. دي الهبره هو يعني كويس. تتبيله الرز حلوه، الرز مش معجن، مش محتاج اوصف لكم، هي باينه الصراحه. تقريبا اللحمه دي مش متبله من كتر حلاوتها، حاسس بطعم اللحمه قوي 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 مستوي. مش عايز تاكل مشاوي؟ الهبره جامده هبره. الموزه الصاروخ هي حرفيا اسم على مسمى. شايفين حلاوه منديل الطرب؟ خد المنديل لف على ورق عنب هو على التقل. رابع حاجه بقى الريحه. وبتبان اكتر بعد التسويه ان ريحه اللحمه البلدي بتبقى ريحه خليك عايز تاكل، ريحه شهيه. دي بقى موزه بقري مستويه زي ما الكتاب بيقول، وريحه حلوه والتيست ولا غلطه. هتاخد الفول مارك. حجمها زي ما انتم شايفين كبير. نقطع كده 50% من حلاوه الحمام، تتبيله الرز 50% الثانيه مليان لحمه. خامس حاجه والاخيره التيست. بيبان جدا في التتبيله وبيبان في الشكل. طبعا كل المكان ليه التيست بتاعه. دي بقى مش تنزل على الترابيزه، احنا نقوم لها. هنعمل ستيك زبده، هننزل بالخضار بتاعنا. تحفه فنيه. بصوا من الاخر بقى مشويات الوطنيه كل حاجه انا اكلتها النهارده بصنعه، واخطر حاجه اكلتها النهارده هي موزه الصاروخ. تقريبا دي ما اكلتهاش في حته قبل كده وما سمعتش خالص عن حد عملها، وهفضل اقولها كل فيديو. ان شاء الله حاجه بتدعم القضيه. الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش.